يا مساء الفل على كل عشاق التكتيك. زمان كان الباك باك والوينج وينج والمهاجم ده بعبع ال 18 اللي ما بيخرجش منها. بس في الكرة الحديثة الكلام ده قدم خلاص. احنا بقينا في عصر اللاعب الشامل. النهارده هنتكلم عن تحولات مراكز قلبت موازين الكورة، وليه التحليل الفني بيقول ان ده هو المستقبل. جهز قهوتك ويلا بينا. الحكاية الأولى من طرف الملعب لقلب المعركة. ترينت ألكسندر أرنولد مثال حي شقلب كيان ليفربول. أرنولد بدأ كباك يمين كلاسيكي بس بإمكانيات صانع ألعاب. محللين الأداء قالوا إن لما أرنولد كان بيلعب على الخط كان محصور بمساحة ضيقة، لكن يورجن كلوب قرر يدخله لعمق الملعب عشان يتحول لإنفيرتد فول باك، وبدل ما بيعرض بس بقى شايف الملعب كله بزاوية 360 درجة، وأصبح بيتحول للاعب وسط ثالث، وده بيعمل ارتباك لخط وسط المنافس. أرنولد ما غيرش مركزه عشان هو وحش في الدفاع، هو غير مركزه عشان رؤيته تكون أكبر بكتير من إنه يتحبس في خط التماس. الحكاية التانية، المهاجم اللي بقى محطة. تعالوا نروح لمثال غريب شوية. جويلينتون في نيوكاسل، الراجل ده جه ب 40 مليون استرليني كمهاجم صريح. فجأة ايدي هاو نقله لخط الوسط بوكس تو بوكس، وده لأن اللاعب عنده قوة بدنية مهولة ومعدل جري عالي جدا. كمهاجم كان بيفشل تحت الضغط، بس في نص الملعب بقى هو اللي بيضغط ويقطع الكورة. ونفس الكلام بنشوفه مع كاي هافرتس في أرسنال. أرتيتا بيلعبه رقم 8 وهمي أو مهاجم متأخر. الفكرة مش إنه يجيب أجوان بس، الفكرة في تحركاته بدون كورة اللي بتفتح مساحات لزمايله. الحكاية التالتة، قلوب الدفاع، صناع اللعب الجدد. وهنا هنتكلم عن جون ستونز. لو سألت حد من 10 سنين يعني إيه مساك هيقولك بيطفش الكورة وبيخبط في المهاجم. دلوقتي بص على جون ستونز مع جوارديولا، الراجل ده حرفيا بيخترع مركز جديد. في حالة الهجوم ستونز بيبطل يبقى مدافع وبيطلع جنب رودري في نص الملعب، وده مفيد في حاجتين. في البيلد اب وجوده في نص الملعب بيخلي الفريق دايما في حالة زيادة عددية. تاني حاجة، هو موجود في نص الملعب علشان يقتل أي هجمة مرتدة محتملة على فريقه. تغيير المراكز ده هو اللي بيخلي مدرب زي جوارديولا أو أرتيتا سابقين بخطوة، لأنهم بيخلقوا فوضى منظمة المنافس ما بيعرفش يمسكها. قول لي بقى في الكومنتات مين أكتر لاعب شفت مركزه اتغير وانبهرت بأدائه، وهل تفتكر في لاعب في فريقك لو غير مركزه هينفجر؟ لو عجبتك الفكرة متابعة لايك وشير، واشوفكم في فكرة جديدة. سلام.